بس في شق تاني كنت عايز اكلمه في ابو ليلى، وهو الجزء اللي هو الخاص بالسيرك. يعني دي مش قضيه خاصه بالنقابه خالص، دي قضيه دوله مصر. يعني هقول تجربه خاصه بي انا شخصيا في عجاله. دي مسؤول عنها رئيس قطاع مع الماليه. لما بتروح تناقش الميزانيه في الميزانيه في الماليه، بيعقدوا لك لجنه. اللجنه دي ناس بتتعامل مع ارقام، فمش فاهمين يعني ايه فن. فلازم انت تقاوح في بند 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 بند. على سبيل المثال بالنسبه للممثلين في الهيئه مثلا، في عندنا بند المكافآت، تمام؟ زي محطوط فيه نص مليون جنيه. فانا اقترحت عليهم، قلت لهم مثلا انا لما بيجي لي مخرج يقول لي انا عايز اعمل روايه، وبعدين مش فاهمين. يعني ممكن روايه يبقى فيها 4 شخصيات، ممكن روايه فيها 100 شخصيه، تمام؟ ف قلت له مثلا لو انت مخرج جاري وقال لي انا عايز مثلا 20 ممثل من الهيئه، انا بقول للمخرج لا، خد 10 من الهيئه و10 من بره. طب انت كدوله يهمك انك انت تشغل العاملين بالدوله، وفي نفس ليه بقول له لا؟ عشان بند المكافآت لا يسمح، فبالتالي بجيب من بره ارخص. فلما تقاوح في هذا البند بتفهمهم، هم مش فاهمين.